غادي تنطلق المقابلة الآن. طبعا انطلقت المواجهة بين الطرفين، مع انه كنعرفوا بانه على مستوى العنصر النسبي يمكن نقول بانه نادي الجيش الملكي قلت على انه فعلا السفر ديالو للديار الاماراتيه عطات شيء كثير. زياره كانت مهمه جدا، انتصار طبعا هام، اول لقب على المستوى طبعا الكاس والنسخه الاولى لكاس الصداقه على مستوى العنصر النسوي. عناصر الجيش الملكي فابانت على مؤهلات وحضور جيد، وبالتالي حتى على مستوى الدوري فينتصرنا يعني بارقام كنقول ماشي خياليه، وانما ارقام كبيره جدا، لانه فعلا ما يفوق 14 17 الهدف يعني في مقابله واحده. هذا كيأكد على انه فعلا مدرسه الجيش الملكي على مستوى العنصر النسوي تدبير مقنن، يسيرون بشكل احسن، وبالتالي توفرت الامكانيات بشكل كبير جدا للاعبات. وكنعتقد بانه لو ان الامور كانت ايضا على مستوى الرجال يعني يمشوا بنفس الطموح ديال هاد اللاعبات اللي كنشاهدوا اليوم، فممكن ان نشاهدوا الجيش الملكي يعني يعود الى توهجه السنوات بريقه الكبيره جدا. كرة من جديد لصالح فريق الجيش الملكي، ملعوبة على مستوى خط الوسط. نادي رجاء عين حرودة طموح كبير يشغل هذا الفريق من أجل الظهور في هذه المباراة بالشكل المناسب. أكيد أنه الوصول دور نصف النهائي في حد ذاته بالنسبة لهذا النادي فهو إنجاز، على اعتبار أنه ينافس اليوم خصم ليس بالسهل، خصم عنده إمكانياته، عنده مؤهلاته، عنده حضور طبعا في المنافسة الخاصة بكرة القدم، وخاصة على مستوى منافسات طبعا كأس العرش، الكأس الغالية. فالكل يطمح من أجل أن تكون الوجهة واحدة، وجهتنا مدينة العيون صوب النهائي، نهائي الأحلام اللي الكل يطمح لأن يشاهد طبعا نهائي ممتاز ورائع بتواجد العديد من النجوم. وبطبيعة الحال يعني الكل غيبغي انه يكون حاضر بقوه في مدينه العيون التي انيرت صراحه بشكل ممتاز صراحه في المباراه الاستعراضيه اللي شاهدناها بحضور ألمع النجوم. مدينه العيون تحركت على المستوى الرياضي بشكل واضح. كره من جديد لصالح عناصر فريق الجيش الملكي، تحضير على مستوى خط الوسط، امكانيه المرور. نشاهد هنا محاوله على مستوى خط الوسط، اخر مطاف طبعا كرة جميلة شاهدونا تمريرة جانبية، تحضير الآن طبعا بعد مرور تقريبا لحد ساعة يمكن نقول 4 ديال الدقائق على انطلاقة أطوار هذه المواجهة. طبعا للأسف مقابلة بدون حضور جماهيري، يعني يمكن نقول بأنه مقابلة يعني كان بإمكاننا أنها تكون احتفالية يعني بالنسبة للطرفين معا في هذه المنافسة، وبالتالي نشاهدوا لا الجيش الملكي ولا العناصر ديال مشجعين نادي الرجاء طبعا عين حلودة النادي النسوي اللي كنا نتمنوا على انه تكون على الاقل فعاليه على مستوى المدرجات من خلال طبعا يعني تحفيز اللاعبات لبذل المجهود احسن وافضل بشكل واضح. كره ملعوبه الان في خط الوسط، كاين خطا، محاوله طبعا للتمرير الجهه اليمنى، فرصة تمرير جانبي، إمكانية ديال المراوغة والدخول داخل منطقة الجزاء، ولكن في آخر المطاف كاين خطأ. طبعا كيقول الحكم كاين خطأ، كنقول بأنه الطرفين معا لحد ساعة مازال ما دخلوش مقابلة بشكل جدي. 5 ديال الدقائق الأولى يعني الوقوف على الأداء ديال الطرفين.
تمريره الجهه اليمنى، هذه محاوله من لطيفه زرمون ولكن مباشره في اتجاه تماس. شاهدوا لنا الكره من الجهه اليمنى، يعني حتى العوده ديال خديجه الرميشي من اجل المسانده في الخط الامامي، ولكن في اخر المطاف طبعا كتمشي كره مباشره في اتجاه تماس. متواصلين مع الجمهور الكريم ضمن منافسات طبعا كأس العرش، المنافسة تعرف طبعا تواجد العديد من الأندية التي تتبارى مع بعضها البعض لتحقيق حضور مميز على المستوى طبعا أو للحصول على المركز الأول، وبالتالي كنعرفوا القيمة ديال المنافسة على المستوى طبعا حتى على المستوى الدولي والمستوى الوطني وعلى المستوى الكبار، فتؤهل إلى كأس الاتحاد الإفريقي. تمرير طبعا الآن الكرة الجهة اليمنى، هذه حارس المرمى شيماء عاصم طبعا كتحاول ما أمكن أن تنبه مجموعة من زميلتها طبعا الجدار اللي يكون بشكل جيد. إذا ضربة خطأ دائما خلف الكرة غيزان شباك، أحد اللاعبات المتمكنات بشكل كبير، وضربة خطأ بإمكانها أن تكون ضربة جزاء بالنسبة لهذه اللاعبة لأنها متمكنة من ضربات ثابتة. إذا غيزان شباك غادي نتابعوا تحضير فرصة جميلة ولكن بالمحاذاة من القائم الأيسر، طبعا فيها تركيز كبير، فيها تركيز كبير، تعامل بحنكة مع الكرة الأخيرة. غيزان شباك لاعبة أيضا بالمنتخب الوطني المغربي. طبعا إذا تحدثنا عن المنتخب الوطني المغربي فالأكيد أن الجيش الملكي يشكل نواة حقيقية للمنتخب الوطني الأول على المستوى طبعا الكرة النسوية. بالتالي كاينين لاعبات يعني كنقول بأنهم قدمات عروض جيدة وجيدة جدا في هذه المنافسة. حتى احنا كنتابعوا النتيجة المرسومة طبعا بالصفر مقابل صفر، في انتظار أن نشاهد أهداف في هذه المباراة من كلتا الطرفين. الكرة ملعوبة من جديد هذه المرة من الجهة اليمنى، تمريرة جانبية، فرصة هدف أول جميلة، كان بالإمكان أن تكون الكرة في شباك لطيفة زرعون على مستوى التمرير الجانبي. كرة كانت داخل منطقة الجزاء وفاطمة زهرة مداح على الصورة، كان بالإمكان أنها توضع الكرة في الشباك من خلال رأسية جميلة. شاهدوا معايا التمريرة الجانبية ديال لطيفة زرعون بشكل جميل عالية بعض الشيء، وفي آخر مطاف رأسية، يعني كان بالإمكان أننا نشاهدوا الهدف الأول في المقابلة. سوء تركيز فقط، كرة في خط الوسط رأسية، هذه محاولة متابعة أكيد من طرف الجميع، الكل يطمح لإنجاح هذه المنافسة، وأكيد أنه هذه المباراة هدف هو المرور للدور النهائي. كرة من جديد للجيش الملكي، فرصة بالراس، تمريرة جميلة جهة اليمنى بعيدة بعض الشيء، ولكن كترجع من جديد لطيفة زرعون كتمكن من الكرة. تماس ينفذ تماس بشكل جميل، محاولة الآن من جانب عناصر فريق الجيش الملكي، التحضير الآن. شاهدوا هنا تمريرة جانبية، فرصة إنزال.
محاولة الآن لعبة على مستوى خط الوسط، فرصة لمرور. تحضير طبعا. الواضح ان لاعب الجيش الملكي لحد ساعة قمنا بالعديد من المحاولات واختيار وتنويع على مستوى الحملات الهجومية. كرة من الجهة اليسرى غيزنا الشباك كتحاول تمر امام جوج ديال اللاعبات، كانت كتبحث على ضربة جزاء أكثر من التمرير الجانبي، لأنه فعلا كان بالإمكان الدخول داخل منطقة الجزاء. دوكا تحتيات نادي الجيش الملكي وعن بتواجد زينب بغريل، رقية مازوزي، فاطمة زهرة هدموس، فاطمة تقناوت، سناء أمسودي، أيد حاج حنان، وأيضا سميرة الكشرادي. شاهدنا حتى طبعا المسعفة فاطمة زهرة مطهر اللي شاهدنا منذ لحظات على مستوى دكة الاحتياط. كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الوسط، تحضير من جانب نادي رجاء عين حلودة. طبعا شادو المرور ما مشاش بشكل جيد. كرة أمامية ولكن في آخر مطاف كاين خطأ كيقول الحكم. طبعا بين هذا وذاك صراع مستمر متواصل بنكهة خالصة. أمام تواجد طبعا كل هذه الأسماء التي تطمح للظهور بشكل جيد. منافسة أكيد أنها ليست بالسهلة بين الطرفين. كان خطأ، نتمنى ما يكونش شي إصابة مؤثرة. طبعا نورليمان وداح طبعا تسعف خارج رقعة الملعب. الآن كرة متوقفة 13 دقيقة تقريبا لحد الساعة. النتيجة كتبقى سلبية، 0 مقابل 0 بين الطرفين. تمريرة جانبية، فرصة جميلة داخل منطقة الجزاء. ماذا يقول الحكم؟ أعتقد أنه قد دفع. تمريرة جانبية إمكانية تصويب مباشر ولكن كاينة تغطية. في عالم كرة القدم النسوية كل شيء ممكن، لا شيء يعني يترك الصدفة، لأن كل شيء ممكن أنه نشاهدوا غلة تهديفية كبيرة، وممكن في نفس الوقت نشاهدوا مقابلة ديال 1-0 بواحد العطاء يعني فيه حركية، فيه رغبة جامحة للتهديف. جميل جدا. أول شيء يعني يمكن أنه يتبادر الآن أن نشاهدوا يعني بعض الأندية في يعني في النظام ديال البطوله الاحترافيه او غيرها. طبعا انديه اللي عندها العنصر النسوي وداخل في دفتر تحملاتها، وبالتالي كتطمح باش انها تنافس بالعنصر النسوي حتى اخر رمق. وبالتالي فتحيه يعني للجميع على اصرارهم لخلق هذا النوع التنافسي على مستوى العنصر النسوي، لانه ايضا يتمتعن بحس تديفي وايضا كروي بامكانه ان يقدم شيء كثير صراحه. فليست احتكارا على الرجل فقط، وانما انه تشاهد انديه يعني كتخصص ولو انه حيز من امكانياتها الماديه للعنصر النسوي. فجميل جدا اننا نشاهدهم كيتباراو وكيوصلوا لهذا المنافسه كاس العرش، يعني المنافسه اللي كتعطينا بجلاء وبوضوح على انه فعلا التباري بامكانه ان يثمر نتائج ماديه، انجازات مهمه. وبالتالي نشاهدنا الخروج الماضي ديال الحارسه شيماء عاصم ما كانش خروج بشكل جيد. كره ملعوبه على مستوى الخط الامامي، انزال، وهذا المره كان من جانب فاطمه قفنار طبعا او كفنار. كتمشي كره مباشره للجهه اليمنى، محاوله من نجاة بدري فرصه امكانيه ديال التصويب، فرصه الهدف الاول، فرصه تمريره، محاوله، هدف اول بطريقه جميله يعني
طريقة رائعة جدا كيجي الهدف من خلال التعامل الإيجابي مع الكرة في الخط الأمامي. نجاة بدري طبعا اللاعبة اللي كنشاهدوا على الصورة، تحمل رقم 10، لاعبة اللي مؤهلات صراحة جيدة أيضا. شاهدوا الطريقة أوبس بهذه الطريقة كيجي هدف الأول. 1-0 للنادي الجيش الملكي. الموقع نجاة بدري، وافتتاح الغلة التهديفية بعد مرور 15 دقيقة فقط. إذا 1-0. الأمر اللي ممكن نقول بأنه كان كيتخوف منه بشكل كبير نادي رجاء عين حرودة هو هذا، هو أنه يتم التسجيل عليهم في 15 دقيقة الأولى. تابعونا محاولة من جديد طبعا من وهيبة عسال، كترجع في الطومة كنفار، كتضيع الكرة كتمشي مباشرة لعناصر ديال الفريق طبعا عين حرودة، والتحضير بشكل جميل جدا على مستوى الخط الامامي. رجعت الكره عند غزلان الشباك، غزلان المراوغات المعروفه، يعني جوج ديال اللاعبات كتمشي الثالثه الرابعه، فرصه جميله، اوي اوي جميله جدا العمليه. ومن جديد نجاة بدري تضيع هدف محقق كان بالامكان انه يعطي اللاعبات الجيش الملكي صراحه امكانيات. طبعا شالوا معي غزلان الشباك. هذه اذا كانوا كيتحدثوا على المستوى العنصر الرجالي على ميسي، فهذه لاعبه اللي صراحه مؤهلات جد رائعه رفقه نادي الجيش الملكي وحتى مع المنتخب الوطني المغربي. فتابعنا العديد من المباريات، يعني صراحه لاعبه بامكانيات محترمه وبشكل جيد. تمريره من جديد، طبعا الكرة عند لاعبة رجاء عين حرودة من الجهة اليسرى، محاولة للمراوغة كتضيع الكرة. هنا التركيز كيخلي اللاعبة انها تضيع الكرة ديالها طبعا، وبعد ذلك كيكون الاسترجاع. الحديث هنا طبعا اللاعبة شيماء الدريسي اللي كانت متحركة من الجهة اليسرى الخط الأمامي. طبعا إصابة نتمنى ما تكونش مؤثرة. طبعا لاعبة الجيش الملكي في طوما كنفار، شاهدونا هذا الإصابة بالذات كانت كرة قوية، ارتطمات باللاعبة طبعا طوما كنفار. نتمنى ما تكونش إصابة مؤثرة. إذا 1-0 النتيجة المسجلة لحد الساعة مشاهدينا الكرام، ونحن نتابع تفاصيل هذه المقابلة اللي وصلت لحد الساعة تقريبا 19 دقيقة. فالمحاولات يعني لحد الساعة يعني هي في مصلحة فريق الجيش الملكي. رجاء حرودة مازال مشاهدناش كيضغط نهائيا. الشهيري غزلان اتجاه الشباك، او الاعتماد الان على غزلان بالفعل. كرة امامية، فرصة تمريرة، اوي 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 اوي، هدف يضيع. ولو انه يمكن نقول بانه اللاعبات ما كانوش طماعات على مستوى التسجيل، فكان التمرير كان جميل وجيد، ويتم إضاعة هدف محقق صراحة كان بإمكانه يحمل طبعا هدف آخر يحمل الجديد في هذه المباراة. كرة النادي الجيش الملكي كتضيع، كتصبح لعناصر فريق رجاء عين حرودة. نادي الفتح تماس أو خطأ في خط الوسط، لا الحكم كيتسنى خروج كرة، لا ما كترجع الامور من جديد لشكلها العادي واخراج الكره صوب التماس. اذا سقوط لاعبه نادي الفتح على رقعه الملعب، نتمنوا انه ما تكونش اصابه مؤثره. نادي الجيش الملكي كان قاب قوسين او ادنى باش انه يسجل الهدف الثاني، لانه فعلا طريقه جميله. شاهدونا هنا الاصابه، هنا نادي الفتح
يعني بعد تدخل قوي بعض الشيء من لطيفة زرهون، بالتالي يعني كتجي مخالفة. كرة في خط أمامي، فرصة جميلة، كاين خطأ كيقول الحكم، كاينش تسرع نهائيا، فمقابلة يعني تسير بالنسق العادي ندية محاولة هذه جميلة، فرصة كاين تسلل. كرة من بنان على مستوى خط الوسط، تمريرة جانبية هذه ممتازة في الخط الأمامي. وهذه محاولة ممتازة، فرصة طبعا ممكن نقول بأنه المحاولة ديال فريق نادي الجيش الملكي تكتسي طبعا الخطورة، ولكن فريق رجاء عين حلوة فبإمكانه أنه يقدم بطبيعة الحال نفسه بصورة أحسن. كرة من جديد ملعوبة على مستوى الخط الأمامي، محاولة طبعا مشات من الجهة اليسرى، 14 جديد. كرة من جديد ملعوبة الآن على مستوى الخط الأمامي، طبعا محاولة من جانب عناصر فريق الجيش الملكي. شاهدونا فرصة، ولكن في آخر المطاف طبعا كتمشي مباشرة طبعا للحارسة، اللي يمكن نقول بأنه عناصر فريق رجاء طبعا عين حلوة فكيطمحوا بكل تأكيد باش أنهم يقدموا مردود إيجابي، ولكن عناصر فريق الجيش الملكي خبرة وطرفين معا في تحدي كبير. الجيش الملكي فريق الألقاب كيف كنعرفوا هو فريق رجاء عين حلوة، يمكن نقول بأنه وصول دور نصف نهائي فهو حضور إيجابي جدا، لأنه ماشي مستاهل باش وصل لدور نصف نهائي والتطلع للمباراة النهائية. كرة في خط الوسط، تحضير الآن طبعا كتضيع، كتمشي من جديد
لعناصر طبعا الرميشي حارس المرمى. كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الوسط، محاولة ديال البناء ومحاولة ديال المرور من جانب غزلان، ومرور ممتاز صراحة. كرة أمامية، تمريرة رأي من الحكم المساعد مولينا، أو الحكم المساعدة مولينا على تسلل نادي الجيش الملكي ضد نادي رجاء عين حرودة. مقابلة لحد الساعة يعني يمكن نقول بأنه 1-0، كاين تكافؤ. ولكن كيبقى عادي جدا. كرة أمامية، هذه محاولة ممتازة، فرصة ولكن كاينة التغطية. طبعا لحد الساعة كنعيشوا على إيقاع 1-0، هدف نجاة بدري. كرة أمامية، محاولة. نذكر بأنه نادي الجيش الملكي كان فاز على جمعية عين عتيق بواقع 2-0 وصل دور الربع النهائي لكأس العرش. والآن يواجه فريق الجيش الملكي طبعا نادي رجاء عين حرودة. لقاء يجرى هنا بملعب طبعا الفتح، أو ما يعرف هنا بملعب بيلفيدا. النتيجة طبعا كتبقى على حالها 1-0. رجاء عين حرودة كيبقى من الأندية اللي تطمح للظهور بصورة جيدة. طبعا قدم العديد من اللاعبات، وفي نفس الوقت يطمح للرقي بشكل أحسن وأفضل في قادم المنافسات. معروفين على مستوى العنصر النسوي بشكل كبير بقيادة أحمد الثاقي والمدرب حسني محمد. أكيد أن المعطيات تتجدد من خلال الأيام. نذكر بأنه مجموعة من الأندية على مستوى العنصر النسوي يعني قدمت نفسها بصورة جيدة. النادي البلد العيون، شباب أطلس خنيفرة، أمجاد تارودانت، طبعا رجاء عين حرودة، وهي كلها أندية صراحة عندها يعني عندها حضور جيد على مستوى المنافسات. نادي نسيم الرياضي، جمعية السلوية أيضا، أولمبيك أو أولمبيك مكناس، جمعية أيضا عتيق تمارا، سكك مكناس، نادي بلدية المحمدية، الكوديم أو النادي القنيطري والمغرب التطواني. يعني أندية عندها مجموعة من خصوصية خاصة مع العنصر النسوي. تبع الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة راسية فوق المرمى بسنتيمترات قليلة، يعني كان بإمكان هذه الكرة أنها تحمل جديد. محاولة شادور رفع الكرة كان جميل داخل منطقة الجزاء.
طبعا رفع الكره كمان نجاة بدري واتمام العمليه فاطمه الزهراء مداح. كرة الآن على مستوى خط الجانبي كترجع من جديد للنادي الجيش الملكي. تألق على مستوى التقديم من لطيفة زرهون. الحكم كيدخل كيقولوا هنالك مخالفة لصالح نادي رجاء عين عتيق أو عين حرودة بالفعل. كرة ملعوبة مشى اليمنى. كاين خطأ طبعا الحكم كيدخل وسقوط بطبيعة الحال نجاة بدري. طبعا نتمنى ان المقابلة تبقى في النسق العادي ما نشاهدوش طبعا خشونة وتدخلات عنيفة. طبعا ماجدة الديبي هي اللي قامت بالتدخل الأخير. شاهدوا هنا اللقطة. إذا نبقاو دائما في التواصل معكم مشاهدينا الكرام. محاولة من جديد من جانب نادي الجيش الملكي. إمكانية ديال المرور نجاة بدري اختيار الجهة اليمنى. فرصة جانبية داخل منطقة الجزاء لمحاولة راسية ولكن أقرب الحارس المرمى اللي كتبعد الكرة والحكم يقول ضربة مرمى. طبعا الحكم القرموسي زكريا من عصبة مكناس. تريو اليوم من عصبة مكناس تفيداز. كاين تغيير في هذه اللحظات. سيتم إقحام رقية مازوزي. غادي يدخل. أعتقد أنه داعي الإصابة هو اللي خلى طبعا اللاعبة اللي هي في الطومة كنفار أنها تغادر أطوار هذه المواجهة. كرة من جديد تحضير من الجهة اليمنى. إمكانية ديال التمرير الآن من جانب عناصر فريق الجيش الملكي. هذه محاولة من جديد جميلة. غزلان شباك كتضيع منها الكرة كترجع هجمة مرتدة مضادة. الجهة اليمنى الآن عن طريق نجاة بدري. هذه محاولة داخل منطقة الجزاء. فرصة للمراوغة والمرور. لطيفة زرهون. لطيفة كتحافظ على كورتها. ما كاينش تسرع نهائيا. ناعمة فاضل كترجع الكرة العزيزة رباح. كيتم التمرير للجهة اليسرى. الشهيري غزلان. الشهيري كتحافظ على الكرة ديالها وكتجيب خطأ كيقول الحكم. كرة جميلة جدا صوب الحارس مباشرة. طبعا عبد الله يدمو يبقى من الاسماء اللي مواليد 21 غشت 1961. طبعا ارتبط بنادي الجيش الملكي ولكن قبله كان في النجم الشباب البيضاوي. نادي الجيش الملكي انطلق معاه في سنة 1984 85. بداية ديال الجيش الملكي انذاك حنا كنتابعوا غزلان الشباك في محاولة المرور. فحصل رفقة نادي الجيش على عدة ألقاب وطنية وقارية. كان الجيش الملكي أول فريق وطني يحصل على لقب إفريقي انذاك
ضربة جزاء يقول الحكم، ضربة جزاء يقول الحكم في الوقت اللي كنت كنتحدث بطبيعة الحال على عبد الله دامو اللي حلفوا الحظ لمجرد ألمع نجوم الكرة المغربية في الفريق العسكري. طبعا تيمومي، المريس، الشمامي، حسينة، الحضريوي، المرحوم حارس المرمى البرازي، طبعا ايضا الفاضلي، خيري، رموكي، الصمدي، طبعا مجموعة من اللاعبين طبعا اللي كان معهم بكل تأكيد في هذه المنافسات. ضربة جزاء، ضربة جزاء الآن مشاهدينا الكرام، وأكيد أنه عزيز رباح عنده مهمة، نتابع عزيز رباح. تسجل بالفعل هدف ثاني في هذه المباراة، هدف ثاني لصالح فريق الجيش الملكي، يعقد من طموحات فريق طبعا رجاء عين حرودة، ويبدو أن نادي الجيش الملكي الآن يسير باقتصاد على مستوى المجهود. جوج ديال الأهداف مقابل لا شيء. تابعوا الإعادة، الطريقة اللي جاب بها الهدف. هذه محاولة الآن في الخط الأمامي، كان يدير التمرير، كاين خطأ. شاهدونا يعني الطريقة ديال دحرج الكرة على مستوى رقعة الملعب. النادي الجيش الملكي التموضع اللي عنده يمكن نقول بأنه مقدم يعني عرض جميل ومتقدم، جوج ديال الأهداف مقابل شيء. لطيفة زرهون لاعبة يعني سريعة، عندها إمكانيات محترمة، تشغل الجهة اليمنى. سبعة وثلاثين دقيقة لمرات. شاهدونا الخطأ، الطريقة اللي جاب بها الخطأ، ولو أنه لا أعتقد زرهون يعني كانت كتحاول أنها تمر من الجهة اليمنى. حين الحكم قال لنا هنالك خطأ زكريا. مرور جميل أمام 3-4 ديال اللعيبات، طريقة رائعة. محاولة الجيش الملكي بالراس، زاوية إذن زاوية لصالح فريق الجيش الملكي. غزال شباك على الصورة، كتلعب الكرة ديالها بشكل سريع. جميلة، محاولة داخل منطقة الجزاء، فرصة ولكن هنالك تغطية. ممتازة المحاولات، تصويبة ديال فاطمة زهرة مداح على الصورة، كان بإمكانها تحمل جديد. كرة داخل منطقة الجزاء أو تدخل، إبعاد الآن، فرصة. الحكم كيدخل كيقول هنالك طبعا تسلل، عملية يعني كان واضح على أنها طبعا تسلل. هنا الفرصة اللي جات من خلال نور ليمان، حاولات ما يمكن أن تنطلق في الخط الأمامي. طبعا خطأ على مستوى المرور. تحضير، كرة كتمشي للجهة اليسرى، إمكانية ديال الحفاظ على الكرة بشكل كبير، ولكن واضح أنه من الأمور الصعبة. كرة كتمشي لنادي الجيش الملكي. التحضير الآن من جانب فريق الجيش الملكي من خلال إنزال بشكل ممتاز وهبة عسال كتمشي كرة أمامية. هذه محاولة من غزال الشباك، التمريرة ديالها يعني كانت محكمة. صراع مستمر، غزال الشباك كتحاول تاخذ الكرة ديالها، فرصة دخول داخل منطقة الجزاء، تمريرة، فرصة،
هدف ثالث في هذه اللحظات. طريقة جميلة جدا، تمريرة جانبية وتعامل يعني كان ممتاز. نشاهد هنا الإعادة، الطريقة ديال التمرير، وهنا ختم الكرة الجانبية، تلقي الكرة بشكل ممتاز، وتسجيل هدف للطيفة زرهون. لطيفة زرهون طبعا كتمكن من وضع ثالث الأهداف في هذه اللحظات. كرة في خط الوسط، تحضير، تمريرة ممتازة من جديد للجيش الملكي. هذه محاولة، فرصة 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 وكتضيع، وإذا الشباك ما تمكناش من الكرة ديالها في الوقت المناسب. انطلقات الغلة التهديفية، ينصح التهديف أو ينصح التعبير من جانب عناصر فريق الجيش الملكي، ويصح التهديف أكيد من خلال لاعبات الجيش الآن. كاين خطأ، غادي نشاهدوا ضربة خطأ قريبة من منطقة الجزاء. هذه بنزينة، نشاهدوا ضربة خطأ. تابعوا هذه المحاولة، كرة داخل منطقة الجزاء ولكن فوق المرمى بسنتيمترات قليلة. طبعا 3 ديال الأهداف مقابل لا شيء، ممكن نقول بأن النتيجة نوعا ما يعني كتخلينا غنشاهدوا غلة تهديفية، لأنه الجولة الأولى تسير لتنتهي تقريبا 3 ديال الدقائق أو أقل. فرصة يعني هنا الانصهار ديال مجهود مسؤولين إدارة، طبعا مكتب، وأيضا عزيمة الأطر كتعطي طبعا لاعبين أو لاعبات يقدمن نفسهن بشكل جيد. 3 ديال الأهداف مقابل شيء. نادي رجاء عين حرودة ممكن نقول بأنه فعلا الوصول دور نصف نهائي في حد ذاته فهو أمر يعني كبير وجيد، وفريق صراحة ممكن يعطي الكلمة ديالو في قادم الدورات بعد الهزيمة. وأكيد أن السيولة المالية لو أنها تتاح من المستشارين لرفع من قيمة هذا النادي فيمكننا أن نشاهده بشكل أحسن وأفضل، لأنه مجهودات مسيرين لحد الصحافة ممكن نقول بأنه صحيح أنها أعطت بعض الأساسيات، ولكن علاش لا نشاهدوش نادي كبير عملاق ويقدم نفسه بصورة أحسن حتى على مستوى المد المنتخب الوطني المغربي بأسماء أكثر وأحسن. فأكيد أنه كل الفرق الوطنية يعني عندها حظوظ على أنها تمشي في النسق ديال تكون هي خزان لتكوين منتخب كبير. فرصة 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 فرصة، والحكم أو الحكمة الجانبية تقول أن هنالك تسلل. سنتابع الإعادة. إن كانت طبعا العملية فعلا فيها تسلل على طريقة إنسان الكرة كانت جميلة، وعامل السرعة طبعا أسهم بشكل كبير باش أنه يعطي ردة فعل من جانب الحكمة المساعدة بطبيعة الحال. كرة من الجهة اليسرى، الجيش الملكي عزيز رباح، إنزال
وهنا عسال كتضيع منا الكره كتمشي مباشره للتماس. جوج ديال الدقائق الحكم كيضيف جوج ديال الدقائق كوقت بدل ضائع. هذه محاولة جميلة لجيش الملكي. فرصة فرصة فرصة. هدف رابع، هدف رابع كيجي في هذه اللحظات، وغلة تهديفية أكيد أنها كبيرة من جانب عناصر فريق الجيش الملكي. موقعة الهدف ابتسام جريدي. شر الطريقة اللي جاب الهدف. طبعا سرعة، تعامل إيجابي. كرة عند الحارس الآن، كانت من خديجة رميشي. تغيير كلي الجهة اليسرى، إمكانية ديال المرور. آخر مطاف كتمشي كرة عند حارس المرمى شيماء عاصم. تلقات مرمى اليوم طبعا 4 ديال الأهداف لحد ساعة كاملة في الجولة الأولى فقط. كرة من جديد، طبعا محاولة هنا ومحاولة هناك. هذه كرة الآن عند عناصر الجيش الملكي عند غزلان شباك. شباك كتحاول تمر، فرصة تمريرة ما كاينش تسلل، ما كاينش تسلل، وفي آخر مطاف كتخرج طبعا شيماء عاصم كتنقذ الموقف. ونهاية الجولة الأولى مشاهدينا الكرام، النتيجة المعروفة 4 ديال الأهداف مقابل شيء. طبعا جولة أولى يمكن نقول بأنها مثيرة وشيقة وحماسية من جانب الجيش، فيما نادي عين حردة ينتظر الكثير. نلتقي مشاهدينا الكرام مع بداية الجولة الثانية. إلى اللقاء. 4 أهداف كاملة. طبعا 4 ديال الأهداف مقابل شيء. طبعا الانطلاقه ديال الجوله الثانيه كيف ما سلفت وقلت سابقا، ففريق الجيش الملكي بالرباعيه ديال الجوله الاولى نوعا ما اعطى دلاله على انه قادم بقوه. تمريره جانبيه، فرصه 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 الجيش الملكي، محاوله جميله جدا، ويبدو ان الكره كان بامكانها ان تكون في المرمى. شاهدوا هنا تمريره من الجهه اليمنى، تحضير هذا طبعا على المستوى الخط الامامي، والتعامل الايجابي طبعا مع العديد من الكرات. كاينه فرصه، شاهدوا هنا الاسلوب الهجومي، ولكن يمكن نقول بان التصويبه يعني تواجد جيد ديال الحارسه شيماء عاصم. كرة ملعوبة الآن على مستوى الخط الأمامي، فرصة فرصة تمرير طبعا من طرف شويه من اللاعبين على مستوى الخط الامامي، ولكن في اخر المطاف كاينه تغطيه. فرصه الان، شاهدونا المحاوله ديال النادي
رجاء عين حدودة اللي كيحاول ما أمكن أنه يقدم كل ما عنده على مستوى الخط الأمامي. نادي محترم، نادي وصل لدور النصف النهائي وعنده إمكانيات بكل تأكيد أنه يظهر بصورة أحسن وأفضل مع مرور الوقت. كرة أمامية. كرة القدم النسوية مهما كان يعني تبقى بحظوظ وافرة للظهور بشكل أحسن، ولكن الأندية فقط اللي كتهتم بالقاعدة. صراحة نثني على النادي الجيش الملكي المستوى طبعا على المستوى يمكن نقول حتى المعسكرات وحتى المستوى الخاص بالدراسة والرياضة كنهج، فأكيد أنه أتمر العديد من البطلات واللاعبات اللي بإمكانيات محترمة. احنا كنتابعوا طبعا هذه الكرة وهذه الفرصة اللي جات في الخط الأمامي من جانب بطبيعة الحال اللاعبة نجاة بدري. طبعا عزيز رباح متابعة الكرة الأخيرة نشاهد هنا رفع كرة داخل منطقة الجزاء الرأسية فوق المرمى بسنتيمترات قليلة. 5 ديال الدقائق. انطلقت بطبيعة الحال الجولة الثانية. طبعا محاولة الآن من جانب عناصر فريق الجيش الملكي. تمرير الآن من الجهة اليمنى. مراوغة جميلة جدا هذه التمريرة. غزال شباك أمام جوج ديال اللاعبات. تمريرة مباشرة صوب الحائزة. شيماس عاصم صراحة يعني كان بحث. شاهدوا هنا غزال شباك كيفاش انه رجعت الكرة للخلف، بالتالي ما كانش نوعا ما يعني انانية على مستوى الخط الامامي. العمل القاعدي مهم جدا لإعطاء النتيجة على مستوى البطولة أو حتى على مستوى كأس العرش. وكرة القدم النسوية فالأكيد كما قلت كان بإمكان أن تكون تحت حضور جماهيري كبير جدا، يكون مساندة جماهيرية، فكانت تخلينا أن نشاهد طبعا فريق أفضل من ناحية ديال النتائج وحتى من ناحية ديال المردود. نتابع الكرة فرصة ولكن كاين تغطية. طبعا وصلنا لحد الساعة يعني ما يربو 6 ديال الدقائق على بداية الجولة الثانية، والنتيجة المسجلة فكتبقى 4 ديال الأهداف مقابل لا شيء في الجولة الأولى فقط. الجولة الثانية هل بإمكانها أن تحمل جديد؟ طبعا الجولة الثانية هذه نجاة بدري مسجلة الهدف الأول في اللقاء. كرة كانت قصيرة بعض الشيء تجاه القائم الأول. فرصة تحضير الآن على مستوى خط الأمامي من جانب عناصر فريق الجيش الملكي. نشاهدوا هنا عزيزة طبعا رباح محاولة ديال التمرير، كرة ما مشاش بشكل مناسب.
طبعا خطأ لحد الساعة. كرة ممتازة للجيش الملكي، محاولة فرصة داخل منطقة الجزاء، هدف خامس مشاهدينا الكرام. صراحة يعني تعامل جيد مع الكرة داخل منطقة الجزاء، والمسجلة فاطمة الزهراء مداح. طبعا شاد مايا. طبعا نادي الجيش الملكي كيحاول ما امكن انه وعناصر فريق الجيش الملكي انهم يضيفوا اهداف اخرى في الوقت اللي نادي ونتحدثوا على العين حرودة، فواضح على انه فعلا كاين اشكال في التعامل مع مجموعه من الكرات على مستوى الخط الامامي. اذا الكره من جديد إذا كرة من جديد لصالح نادي الشباب عين حرودة. طبعا الحماس ديال المقابله هو في الجمهور كما قلت سابقا، ولكن حتى على مستوى رقعة الملعب نتمنى انه اللاعبات ديال عين حرودة انهم على الاقل يستيقظوا بعض الشيء ويعطونا حيويه في هذه المباراه. كره من جديد ملعوبه، تحضير من جانب بطبيعه الحال رقم 13. هنا الحديث على سكينه مومني اماميه، كتمشي عند عزيز رباح، كترجع كره عند خديجه رمشي تحضير في خط الوسط، يعني تغيير كلي الان. الاعتماد على الجهه اليمنى من جانب عناصر فريق الجيش الملكي. نعيمه فاضل 5 اهداف مقابل شيء. طبعا بدري رباح زرهوني قائمه تحمل العديد اكيد من لاعبات اللي زاروا الشباك. طبعا نادي طبعا عين حرودة. كره من جديد خط الوسط، المسار نحو النهائي هناك بمدينة العيون. أكيد أنه اقترب يوم 18 ستكون فرحة لدى العديدين، لدى البعض قصد الظهور بصورة جيدة والتعامل بشكل إيجابي مع المنافسات. كرة ممتازة على مستوى الخط الأمامي، محاولة ولكن في آخر مطاف كتمشي الكرة في اتجاه التماس. طبعا الفرص ضعيفة بعض الشيء، ولكن على الأقل فيها بعض المحاولات الإيجابية اللي بإمكانها أنها تغير النتيجة ديال هذه المقابلة بجانب عناصر طبعا نادي الرجاء عين حرودة. كرة في تماس تنفذ، شو طريقة ضعيفة تماما. هنا الإمكانية ديال الإبعاد 10 دقائق نمشيو كنلعبوا 12 دقيقة تقريبا. كرة ممتازة، فرصة كتضيع بغرابة، كتضيع هدف كان بإمكانه يكون في المرمى صراحة، ولكن لم تحسن جيدا لطيفة زرهون طبعا تأطير الكرة بشكل المناسب. لطيفة زرهون كضيع هدف محقق بعد ما كانت الكرة داخل منطقة الجزاء. أخطاء كثيرة جدا على مستوى خط الدفاعي الفريق طبعا نادي رجاء عين حرودة. شدونا يعني إلى خارج أرضية الملعب بغلبة. لطيفة زرهون ضربة خطأ.
راهي مرفوعة من الحكم المساعد معلن على التسلل، مصفق لهذا الإبداع صراحة. عناصر فريق الجيش الملكي مصفق لهذا التعامل الإيجابي مع هذه المقابلة ككل. صراحة خلف هذا النادي جمهور كبير، جمهور متتبع طبعا لناديه بشكل كبير، متتبع الألوان الثلاث. التغيير أكيد أنه كيجي كاستراتيجية لعب شباك تغادر رقعة الملعب. وتكنوت طبعا فاطمة تكنوت خريجة المدرسة صح التعبير، هل بإمكانها أيضا أن تقدم ما هو أحسن وما هو أفضل في هذه المباراة. طبعا كي دخل الحكم لأن لا تغيير آخر في صفوف فريق الجيش الملكي، وتغادر رقعة ملعب نجاة بدري مسجلة الهدف الأول في هذه المقابلة، فيما سناء أمسودي ستدخل كبديلة. سنتابع هذا التغيير هل بإمكانه أن يحمل جديد. كرة ملعوبة الآن الجهة اليسرى، محاولة قتالية كبيرة وتعامل بشراسة مع بعض الكرات ندية، ولكن الفعالية مفقودة تماما من جانب عناصر عين حدودة. طبعا خطأ على مستوى التمرير. خمسة صفر. طبعا الآن تغيير في النتيجة. متواصلين دائما معكم مشاهدينا الكرام في هذه المنافسة. ندية تحذير. شاهدونا محاولة ديال الاختراق والدخول داخل منطقة الجزاء، ولكن كاينة تغطية. نتمنى أن الإيقاع ديال المقابلة يرتفع بشكل أحسن.
طبعا كاين خطا على مستوى التمرير. كتمشي كره من جديد لصالح عناصر فريق الجيش الملكي. تحضير الان. تمريره جانبيه. نشاهد هنا محاوله تمرير. فرصه مواتيه لنادي الجيش الملكي وكتقطع. كتصبح هجمه مرتده مضاده الان. نشابعوا. صعيب جدا انه معترك ديال فريق عين حرودة يتلقى العديد من الكرات يمكن نعتبرها انها فعلا كرات سريعه. إذا ضربة خطأ. البحث عن تمرير داخل منطقة الجزاء. هل بالإمكان ديالو أنه يقدم جديد؟ كرة جانبية داخل منطقة الجزاء. فرصة راسية. كرة ممتازة. القائم ينوب على الحارس. هذه محاولة جميلة كان بالإمكان أنها تعطي الهدف الأول لعناصر النادي رجاء عين حرودة. يعني تلعبات بشكل ممتاز. يعني يمكن نعتبره على أنه التعامل كان إيجابي. طبعا الكرة الأخيرة محاولة فرصة وصوب المرمى. إذا يمكن نقول بأنه أخطر محاولة تقريبا في المقابلة ككل لعناصر فريق عين حرودة هي تصويبة اللي شاهدنا منذ لحظات عن طريق نادي الفتح اللي كانت قريبة جدا من تسجيل الهدف الأول في اللقاء. على الأقل هدف طبعا وحيد. تمرير الآن. هذه محاولة فرصة للجيش الملكي في اتجاه التماس. طبعا ضغط الآن. كرة في التماس الآن. كرة جميلة. فرصة النادي الجيش الملكي. محاولة داخل منطقة الجزاء. محاولة داخل منطقة الجزاء ولكن مقدمة جديد. كرة من جديد. الجهة اليمنى تمريرة داخل منطقة الجزاء لمحاولة فرصة إمكانية تصويبة جميلة تصويبة. تعامل إيجابي مع الكرة في الخط الأمامي. يمكن نقول بأنه المحاولة ديال الجيش الملكي فأية الحاج حنان اللاعبة اللي شاهدنا منذ لحظات التصويبة ديالها قوية. شاهدوا ببراعة تحقق من خلالها طبعا هدفا سادسا وبالتالي تعامل ايجابي مع الكره. يعني تصويبه يعني مشات بشكل مركز طريقه يعني جميله جدا وهدف سادس طبعا في هذه المواجهه ككل. اذا 6-0
كنت أتوقع على أن الكرة ربما في الشباك الخارجية أو قريبا من منطقة الجزاء طبعا، ولكن الواضح على أنه داخل المرمى، وبالتالي سادس الأهداف. غلة تهديفية بشكل كبير، والموقعة كما قلت أي حاج حنان. شاهدوا المهارات الفردية الجميلة. كرة ملعوبة الآن على مستوى الخط الأمامي، انكماش دفاعي كبير من جانب عناصر فريق رجاء عين حرودة. شاهدوا هنا تصويبة قوية 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 طبعا، مشات بهذه الطريقة مولين سادس أهداف. تباري مستمر. محاولة، هذه فرصة تمريرة على مستوى الخط الأمامي، محاولة ممتازة، فرصة ولكن كتمشي للتماس. 20 دقيقة المتبقية من عمر هذه المقابلة، ونادي الجيش الملكي يتقدم ب6 أهداف مقابل لا شيء. غلة تهديفية كبيرة كما قلت، وأداء كان نقول بأنه على الورق احترم المنطق، وعلى مستوى رقعة الميدان أظهرت عناصر فريق، قلت عناصر فريق الجيش الملكي على قوة وعلى تعامل ذكي مع هذه المنافسة ككل. هذه محاولة من جديد جميلة 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 جميلة، دخول داخل منطقة الجزاء، تصويبة، هدف سابع، هدف سابع. كان متوقع، متوقع التعامل بهذه الطريقة. فاطمة تاغناوت تسجل 7 الأهداف في هذه اللحظات، وتغيير آخر قادم في صفوف فريق الجيش الملكي، تغيير آخر قادم في صفوف فريق الجيش الملكي. غادي يزيد عبد الله دامو باش انه يطعم عناصر ديالو بلاعبات يعني برشاقه بخفه. وتدخل في هذه اللحظات مشاهدينا طبعا اللاعبه سميره كشرادي كتدخل لرقعة الملعب فاسحة طبعا او باحثة للظهور بصورة جيدة ورفقة باقي اللاعبات الأخريات. 7-0 نتيجة كبيرة من الجيش الملكي. وهذه محاولة، فرصة من الجهة اليسرى في اتجاه تماس، مقابلة يعني من ناحية تهديفية فهم كنقول بأنه رائعة جدا. نتمناو أنه اللاعبين رجال طبعا ديال فريق الجيش الملكي أنهم ياخذوا العبرة من مثل هذه المباريات، لأنه فعلا كل شيء موفر، فلا من ناحية الإدارة لا من ناحية التسيير لا من ناحية كل شيء موفر، فبالتالي خص اللاعبين يكونوا رجال في مبارياتهم المقبلة، وبالتالي يخرجوا من القوقعة ديال النتائج والتذبذبات ديال النتائج. يعني العودة ديال الجمهور الكبير المحب للزعيم أكيد الآن بعزيز العامري الرجل الذي يقود القاطرة بشكل واضح، واكيد انه لا خدموا مع اللاعبين بشكل احسن فغادي يمشيو لما هو احسن وما هو افضل. عزيز العامري رجل المرحله الان في تشكيله طبعا فريق الجيش الملكي، وقائد او ربان فريق الجيش الملكي طبعا في هذه المرحله بالذات. ف 73 دقيقه مشاهدينا الكرام، النتيجه المسجله 0 لصالح فريق النادي الرياضي او رجاء طبعا عين حرودة، و7 أهداف كاملة من جانب عناصر فريق الجيش الملكي.
مسعفة في صفوف فريق الجيش الملكي. فاطمة الزهراء المطهر. طبعا احنا كنتواصلوا معكم مشاهدينا الكرام بعد ما وصلنا تقريبا متبقاش وقت كثير لان وصلنا دقيقة 74 تقريبا. نسير لربع ساعة الأخيرة المتبقية على نهاية الوقت القانوني لهذه المواجهة. تبعد كرة ممتازة. تمرير فرصة كاين خطأ. فرصة الآن كان يدير المراوغة. هذه محاولة طبعا كاين خطأ. كرة خرجت مباشرة للتماس. محاولة من جديد من جانب عناصر فريق عين حرودة. التمريرة كانت جانبية ولكن كاين تغطية كتمشي على خديجة رميشي اللي فرحة تامة طوال هذه المقابلة. شاهدناش خديجة رميشي نهائيا بأي صعوبة تذكر. فرصة من جديد في اتجاه التماس. طبعا محاولة الآن من جانب عناصر فريق الجيش الملكي. سبعة ديال الأهداف مقابل لا شيء. شاهدونا كرة داخل منطقة الجزاء. فرصة ولكن تغطية. طبعا مع ذلك المحاولة ديال فريق الجيش الملكي فتكتسب طبعا الخطورة وتزداد أكثر فأكثر. نسير 12 دقيقة متبقية لنهاية الوقت القانوني من هذه المواجهة. نتيجة مرسومة 7 مقابل لا شيء تخدم مصلحة فريق الجيش الملكي بشكل أكبر. تصويبة ممتازة والحارسة طبعا في المكان المناسب. حديث هنا عن شيماء عاصم اللي تمكنت من إيقاع المرمى ديالها بشكل جيد.
هذا نستمر بشكل يمكن نقول بانه ومع انه هنالك 7 اهداف الا انه فريق واحد اللي يمكن نقول على مستوى رقعة الملعب تحرك وخلق المحاولات الايجابيه. هذه محاوله جيد نادي الجيش الملكي، فرصه بعيده بعض الشيء، بعيده بعض الشيء طبعا. فيها مجهود. اعاده الكره من فاطمه تاكناوتي، كره ممتازه، الهدف الثامن، الهدف الثامن. يعني ينومنا المقابله بالشكل المناسب لاعبات فريق الجيش الملكي، وتمريره بالمقاس من فاطمه تاكناوتي، واستثمار مميز، استثمار مميز على ما يبدو. طبعا الموقعة وابتسام جريدي لاعبة أيضا ضمن تشكيلة المنتخب الوطني المغربي. استثمار على ما يبدو أنه جيد بل ورائع. كرة ممتازة. هنا شاهدوا معي الطريقة ديال القيام التغطية الدفاعية. طبعا محاولات يعني يمكن نقول بأنه من جانب عناصر فريق نادي رجاء عين حرودة فكأنها يعني شبه غائبة في هذه المنافسة. طبعا الجيش الملكي أبان على قوته بشكل واضح في هذه المباراة، مقابلة نصف نهائية، مقابلة استعراض العضلات إن صح التعبير. الجيش الملكي كرة جميلة، فرصة تصويب المباشر، كيبغيوش يتسرعوا اللاعبات ديال فريق الجيش الملكي. شوفنا تمويه يرجع الكرة للخلف، تمريرة دائرية، تغطية، محاولة الآن في الخط الأمامي، ما خرجتش الكرة نهائيا. إنزال، محاولة ديال الانطلاق من الجهة اليسرى خارج قدم، جميلة جميلة هذه الكرة. يعني على الأقل هنالك محاولات كتجيب بين فين أخرى. هذه فرصة ولكن ما عطاش الجديد. برافو، يصفق الجميع لمحاولات طبعا نهيلة بن زينة على الصورة. نهيلة بن زينة اللاعبة أيضا ضمن التشكيلة ديال فريق الجيش الملكي، وهي معارة طبعا لفريق عين حرودة ونادي رجاء عين حرودة، وذلك تبقى لاعبة بمؤهلات جد محترمة. كرة لعبات بهذه الطريقة مرفوعة وجميلة، كان بالإمكان أنها تعطي هدف، كان بالإمكان أنها تعطي هدف، ولكن الواضح أن التغطية مشات أو أن الكرة مشات فوق المرمى بسنتيمترات قليلة فقط. محاولات مستمرة متواصلة بين الطرفين مشاهدينا الكرام. محاولة من جديد. محاولة ممتازة صراحة. إلى أن وصلنا مشاهدينا الكرام طبعا الآخر 7 دقائق المتبقية من عمر هذه المقابلة. يمكن نقول بأنه الجيش الملكي يعني تسيد هذه المنافسة بشكل كبير.
طبعا محاولة من جديد، جهة اليسرى، فرصة ممتازة، ولكن الحارسة طبعا اللي كنتابعوا في هذه اللحظات شيماء عاصم كتبع هذه الكرة بشكل ممتاز. كاينش لا سراء، كاين تعامل بجدية. تبقى من عمر هذه المقابلة كرة من جديد في الخط الأمامي، تحضير ممتازة العملية الهجومية، ولكن ما كملاتش. في الوقت اللي كان بالإمكان يكون أحسن مما كان. كرة من جديد خط الوسط، طبعا إمكانية ديال الحفاظ على الكرة ولكن بعيدة بعض الشيء. كاين خطأ، جميلة، محاولة من جديد، فرصة الآن التعامل مع الكرة غنشاهدو. طبعا كانت مجال فاطمة الزهراء مداح، فرص عديدة. يعني لحد الساعة كتبقى النتيجة 8 ديال الآلاف مقابل لا شيء، وأقل من 4 ديال الدقائق على نهاية الوقت القانوني، أقل من 4 دقائق على نهاية الوقت القانوني للجولة الثانية من عمر هذه المباراة. بالتالي غادي نتعرفوا على الهوية ديال الفريق، النسبة المئوية ديالو كبيرة جدا. يعني عطات طبعا نادي الجيش الملكي كنادي يعني حاضر بشكل ممتاز في هذه المنافسة. طبعا محاولة جميلة كان بإمكانها تعطي هدف آخر. شاهدونا قائم الأيمن ينوب عن الحارس، فوقت اللي كان بالإمكان أن نشاهدوا طبعا هدف تاسع. هذه محاولة من جانب نادي الجيش الملكي، محاولة دخول داخل منطقة الجزاء، ماذا يقول الحكم؟ ضربة جزاء، تأخرش نهائيا. شاهدونا طريقة ديال الحصول على ضربة جزاء، كنقول بأنه المقابلة تسير تأكيد قوة الجيش الملكي أكثر. هدف آخر، الهدف التاسع، يعني أقل من دقيقتين على نهاية الوقت القانوني لهذه المباراة، وهدف تاسع. سميرة كشرادي تضع الكرة في الشباك. طبعا كشرادي تمكنت من وضع الكرة في الشباك، معلنة عن تسجيل 9 أهداف من بين الحصص الثقيلة اللي
كنقول بانه اعتقد انه اي معلق في التلفزيون طبعا مغربي قليل من نادر ان يشاهد هذه الغله التهديفيه بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب. نادي الجيش الملكي اكيد انه يتيح الفرصه خلال تعامله الايجابي مع هذه المباراه تسجيله لهذا الهدف التاسع بهذا الشكل. كرة من جديد لصالح عناصر فريق الجيش. كاين تغطية. كرة جميلة، محاولة، فرصة الهدف العاشر وكتضيع. شاهدونا الطريقة ديال التعامل مع الكرة ولمحاولة فرصة داخل منطقة الجزاء. تصويبة يعني جميلة ولكن تألق حتى على مستوى حراسة المرمى. طبعا شيماء عاصم تابعونا. هذه محاولة من جديد لصالح عناصر فريق الجيش الملكي. جميلة جدا، اعتماد على الجهة اليسرى، بعيدة بهذا الشيء، خرجت آخر مطاف بالفعل. إذا محاولة 3 دقائق وضيف الحكم كوقت بدل ضائع. شاهد هنا تعامل إيجابي مع الكرة. فرصة من جانب عناصر فريق الجيش الملكي الآن. أمامية جميلة، إمكانية ديال التمرير والتصويب. وصلنا للحظات يمكن نعتبروها اللحظات الأخيرة من عمر هذه المواجهة. مشاهدينا الكرام، هذه فرصة محاولة كتمشي للجيش الملكي. إذا تسوية ديال الأهداف مقابل شيء. نتمنى تكون شي إصابة مؤثرة صراحة. الحكم ضاف 3 ديال الدقائق ولاعبة تحمل رقم 3 سمية هدى طبعا عميدة الفريق وتتابع عن كتاب طبعا هذه المنافسة. نتمنى ما تكون شي إصابة مؤثرة. التماري أكيد يستمر وأنتم تتابعون مشاهدينا الكرام تفاصيل هذه المقابلة. وصلت حاليا طبعا لحظات الحاسمة. طبعا آخر اللحظات من عمر هذه المباراة مشاهدينا الكرام.
طبعا كرة ملعوبة من جديد من جانب عناصر فريق الجيش الملكي. آخر اللحظات الآن مشاهدينا الكرام، يمكن نقول هنيئا لفريق الجيش الملكي، وأيضا حظ موفق لفريق النادي الرياضي لعين حرودة اللي قدم مقابلة لا بأس بها اليوم. فاستمتعنا صراحة بأداء محترم من جانب الطرفين معا، في انتظار أن نشاهد ما تبقى أكيد من فصول المنافسة والتباري في قادم المواعيد مشاهدينا الكرام على المستوى النهائي. شكرا على حسن المتابعة، نلقاكم في قادم المباريات، إلى اللقاء.